الله عز وجل يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمه باش هو يعلم الأمة ديالو. قال له بسم الله الرحمن الرحيم قل يا محمد أعوذ، يعني أحتمي، نطلب الحماية من الله عز وجل، كما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني نحتمي بالله من الشيطان الرجيم. هنا قال الله تعالى قل أعوذ بمن؟ برب الفلق، وصف نفسه المقدسة بأنه رب الفلق اللي هو الصبح. سماه الله عز وجل الفلق على خطر ينفلق ولا ينشق بعد الظلام. من واش أمرنا الله تعالى باش نتعوذ به؟ من شر ما خلق، يعني من شر جميع المخلوقات، إنس جن حيوان، فنطلب من ربي يحمينا منها ومن شرورها. ولازم نتعوذ بالله حتى من الشر اللي في نفسنا، نقولوا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، فالنفس أمارة بالسوء، يعني تحب الهوى والحرية. من بعد خصص أكثر وذكر 3 أشياء لازم نتعوذ بالله منها، وهي الليل والسحر والحسد. قال ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق هو الليل الشديد الظلام، إذا وقب يعني إذا جاء وقته وطلع علينا. على خاطر الليل دار الله عز وجل للنوم والاستراحة والتذكر في آيات الله وتعبد، على خاطر فيه الخلوة، ماشي باش نعيشوا فيه كما في النهار، على خاطر يكثر فيه الشياطين، شياطين الإنس والجن، الحيوانات المؤذية، قطاع الطرق إلى غير ذلك. بعدها قال ومن شر النفاثات في العقد، يعني السحارين اللي ينفثوا، يعني ينفخوا ويقراوا كلامهم تاع السحر ويعقدوا بنية السحر. اللي يقرأ سورة الفلق صباحا ومساء لا يمسه السحر بإذن الله. ومن بعد قال ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو اللي يتمنى تزول النعمة اللي عندك. ومن بين كل الصفات ذكر ربي صفة الحسد على خاطر هي الخطيرة كامل. وثبت أن جبريل عليه السلام رقى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك. وفي هذا الموضوع نذكر لكم علاه الناس يديروا 5 باش ينحيوا بها العين، ولا يقولوا 5 في عينيك. 5 هو عدد آيات سورة الفلق، وباش ما يقراوهاش على خاطر هي اللي تنحي العين والحسد بدلوها قوم اللي ما يحبوش ذكر الله عز وجل بكلمة 5، ولا داروا هذيك الذهب ولا الفضة على شكل 5. ونذكركم باللي العلماء قالوا بلي هذا شرك أصغر لازم نتجنبوه ونردوا بالنا منه. ما ننساوش نقراو الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي بعد كل صلاة وصباحا ومساء.